وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا خاتم النبيين، وعلى أهل بيتك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. فاز من اعتصم بكم وأمن والله من لجأ إليكم. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا أغارتك دليلا. العز مقياس الحياة، وضل من عد مقياس الحياة الطولا. لا تقل كم عاش وقل كيف عاش، لا تقل كم عاش وقل كيف عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. قد كان للأحرار قدوة بطل توسد في الطفوف قتيلا. قد كان للأحرار قدوة بطل توسد في الطفوف قتيلا. أعظم الله لكم الأجر أيها الأحبة أيها المؤمنون بمصائبنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي هذه الأيام، أيام محرم الحرام، أيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أيام انتصار الحق على الباطل، أيام التأسيس لمنهج القرآن وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. روي عن إمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد معلن بالفسق، شارب للخمور، قاتل للنفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذه أول كلمات النهضة الحسينية، هذه أول الكلمات التي واجه بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا المشروع، مشروع بني أمية الذي حاولوا فيه أن يطمسوا معالم الدين. عندما طلب منه والي المدينة والي يزيد من الحسين سلام الله عليه أن يبايع يزيد، أرسل على الإمام سلام الله عليه وطلبت منه البيعة،
وكلكم سامعين بعد هاي القصة وهاي الروايات التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن أحببت أن أقف على بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الكلمة المأثورة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأبين ما يتعلق بهذه الكلمة وأسباب خلود هذه الكلمة إلى هذا اليوم. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، ما هي علاقتنا نحن بهذه الكلمات، بهذا الشعار الذي أطلقه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الموضوعات الثلاث أحببت أن أقف عندها. الموضوع الأول، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد في بداية نهضته المقدسة، في بداية مشروعه، أراد أن يبين معالم المدرسة التي ينتمي إليها، معالم المدرسة الحسينية التي هي امتداد لمدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث تشوفوه، حسين مني وأنا ماذا؟ وأنا من حسين. مدرستنا مبدأها منتهاها، سبيلها من المبدأ إلى المنتهى هو واحد. هذه المدرسة الإلهية. الإمام سلام الله عليه طلبت منه البيعة، مسألة طبيعية. كل والي لما يجي، كل حاكم لما يجي يريد أن يجعل الجميع تذعن إليه. هاي سيرة الطغاة على مر التاريخ، على مر التاريخ. شو يردون؟ يردون الجميع يذعنون إليهم، وبعضهم حتى ماتين بيعة ما تكفي، لازم هذا يذعن إليه، يركع ويسجد للحاكم، يركع ويسجد للحاكم، لا يقول إلا لبيك لبيك. هاي بعض الطغاة. وقدامكم القرآن عندما يصف فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم شنو؟ الأعلى. أخاف أنتم عندكم أرباب تتخذيهم أرباب، ترى أني فوق ذولا كلهم، وإذا ما تتخذين أنتم أرباب ترى أني الرب الأعلى. يعني ماذا؟ يعني لا تكون الطاعة المطلقة إلا إلي. اللي هنا رب العالمين بعد أنزل ماذا؟ أنزل عليه العذاب فأخذه الله. لما وصلت الحال هاي قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فبالتالي هي سيرة الطغاة على مر التاريخ. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقل لا أبايع. حقيقة هاي وايد بيفد التفاتة جدا عظيمة جدا عظيمة. الإمام ما قال لا أبايع. ويد السؤال يسأل بايع فلان، أنت قدامك خيارين، أمامك خيارين لا ثالث، إما أن تبايع وإما لا تبايع، إما أن تقول أبايع وانتهى الأمر، وإما أن تقول ماذا؟ لا أبايع وانتهى الأمر. حتى النفي مرة تقول لا أبايع يعني الآن لا أبايع، يجوز بالمستقبل أبايع. مرة تقول لن أبايع يعني لا الآن ولا مستقبلا. الإمام الحسين عليه السلام ما اتخذ هذا الطريق، هذا الطريق ما اتخذه، وإنما أراد أن يبين المدرسة، وأراد أن يبين المنهج، وأراد أن يبين للآخرين أنتم مع من تتحدثون، أنتم تطلبون الولاية ممن وإلى من. فبين معالم هذه المدرسة الحسينية في موارد الستة. المورد الأول حقيقة هاي الموارد اللي حيذكرها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن لأحد أن ينكرها، ماكو يقدر واحد ينكرها، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. بعجالة فقط أنا أبين حضراتكم. المورد الأول قال إنا أهل بيت النبوة، يعني من بيتنا انطلقت النبوة، في بيتنا ختمت النبوة، محمد شنو؟ خاتم النبيين، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النبوة لم تنطلق من بيت سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولا واحد يقدر يقول الحسين ليس ابن رسول الله. قال له هذا الموضوع الأول، إحنا بيتنا بيت نبوة، بيتنا منه ختمت النبوة، بيتنا هذا منهجه. ارجع للقرآن الكريم، هسه ترجع للقرآن الكريم، كل القرآن من بدايته لنهايته. أول قصة للنبي
إلى آخر قصة من قصص الأنبياء. هل ترى أن نبيا قد والى طاغية؟ ما. هل ترى أن نبيا قد وافق على الظلم والجور والفسق؟ ما. كل الأنبياء خرجوا ماذا؟ من أجل إصلاح الأمم. استمر هذا الإصلاح على صور متعددة. فقال له احنا هذا البيت ترى اللي ننتمي إليه، لسنا بطارئين على الإسلام كما أنكم دخلتم يوم فتح مكة. شو وقت دخلتوا للإسلام؟ ودخلتم ماذا؟ مستسلمين. بالتالي دخلتم يوم فتح مكة من بعد ما وقفتوا بكل قواكم المادية والمعنوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية، تحاربون دين الله، تحاربون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقتلون بالمؤمنين، تفعلون ما تفعلون، إلى أن صار عندكم يأس ما تقدرون. إذا جاء نصر الله والفتح اللي تشوفونها كما في الروايات، يوم دخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل وين؟ إلى مكة. دخل بذلك الاستعراض الكبير من جيش المسلمين عندما دخلوا إلى مكة. أبو سفيان شو يقول للعباس؟ يقول له لقد أصبح ماذا؟ ملك ابن عمك عظيمة. قال له يا أبا هذا مو ملك، هاي نبوة. أنتم للآن هذا عقلكم مدى يشيله. شنو عقلكم مدى يشيله؟ إنه المؤمنين ممكن أن يحكموا. عقلكم مدى يشيله إنه المؤمنين ممكن أن يكونوا دولة يحكم فيها الإسلام بنسبة معينة. مدى يشيل عقلكم؟ عبالكم الدنيا فقط هي للفسقة وللفجرة وللطغاة. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولة معصوم، في زمن الإمام سلام الله عليه دولة معصوم، لكن احنا همتين كلنا علينا أن نمهد، أن نعمل. هذا الدعاء اللهم إنا نرغب إليك في ماذا؟ شو نريد احنا؟ نريد دولة كريمة. شنو يريد بها الغاية من عنده؟ تعز بها الإسلام وأهله. زين هذه الدولة الكريمة من يقوم بها؟ مو يقوم بها الإنسان اللي ما عنده ارتباط بالشريعة المقدسة، يقوم بها المؤمنون. إخواني أعزائي، فأجى الإمام سلام الله عليه إيش قال؟ قال له إن أهل بيت النبوة. إحنا عمي تدري إحنا هذا بيتنا، هذه المدرسة التي ننتمي إليها من محمد وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. هذا الموضوع الأول. قال هاي معالم مدرستنا، إنا أهل بيت النبوة. بعد وموضع الرسالة، من بيتنا انطلقت رسالة الإسلام، من بيتنا انطلق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو الذي بعث في الأميين شنو؟ رسولا منهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال لهم هذا بيتنا اللي انطلقت من عند الرسالة العالمية، ماتين مو رسالة للجزيرة العربية. أخاف أنتم ماتين عقلكم مدى يشيله، ومدى يشيله طبعا مدى يشيل عقلهم، أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكم يوم يدعو وينادي، وبعدين يضوجون، وبعدين ما عندهم أموال، وبعدين يقتلون يشردون يهجرون ويبطلون. هو ترى كل الموضوع هو هذا اللي تتصورون. لكن شنو كان عندهم سلاح؟ عندهم سلاح واحد ثابت، هو سلاح الصبر. والصبر لا يأتي إلا بماذا يأتي؟ يأتي من عقيدة. هاي العقيدة توجد صبر، والصبر يوجد نصر. تقول لي هذا حجك كله مال منابر. أقول لك أقرأ القرآن، هذا القرآن. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم شنو أنتم؟ قرآن هواية صريح. لو القرآن قال ولقد نصركم الله ببدر وسكت ماكش، مسلمين خرجوا ببدر وانتصروا. لكن لما قال وأنتم أذلة يبين لنا واقع الإسلام، واقع المسلمين كانوا ضعاف ماديا، لكن بالتالي ماذا يملكون؟ قوة العقيدة، أقوى سلاح يملكونه.
إخواني هذا هواية درس عظيم، حقيقة هواية درس عظيم. يوم بدر، يوم بدر اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بالرواية 313 قدر يكسر هاي الشوكة أعداء الإسلام المشركين اللي هم استغربوا. لكن بمن الله عز وجل نصرهم؟ بملائكة المردفين. إذا تجي تقول لي والله هذا كلام منابر، أقول لك هو بالقرآن هماتين حاشاه من نقول عليه هذا الكلام. منا أنا ماخذ من يقتبس إحنا قوتنا من القرآن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا شقد؟ يغلبوا 200. هو رب العالمين يقول واحد مؤمن يساوي 10 كفار، لأنه عنده قوة عقيدة. منو كان يجيب باله من هاي كل الدول الإسلامية يجي واحد يقولها لإسرائيل توقفون عند حدكم وإلا نضربكم؟ منو يجيب باله هيك؟ ماكو أصلا ماكو. إلا أكو عقيدة، أكو دين. أنتم موجودين، إيه وإحنا موجودين. ما نركع، ما نسجد. والله لا شنو إحنا الحسين؟ أنا ما أدري لا شنو إحنا أيام الحسين، غير ناخذ من الحسين. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. هسه كل ذول الباقيين تشوفوهم ينطون بإيدهم إعطاء الذليل، لو ما يعطون إعطاء الذليل. هو القرآن بالعكس يقول هم الكفار إلا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإمام الحسين قال لهم والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، والله ولا أفر فرار العبيد. شو تسوون سووا، قتلونا كلتنا، بس إحنا أهم شيء نثبت الدين ونثبت العقيدة حتى يكون درس للأجيال. وفعلا صار درس للأجيال. 1400 سنة احنا نتحدث بماذا؟ نتحدث بنهضة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين السلام. هذا الدين لما شنو؟ لما يصير له واقع، لما يبني مجتمع، لما يبني إنسان صالح فعلا، لما يقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. دولة كريمة، يعني دولة كريمة أريد الإسلام تعز بها الإسلام وأهله. فيجي الإمام سلام الله عليه بين هذا المعلم الثاني من معالم نهضة سيد الشهداء. قال بابا احنا الرسالة من عندنا، إذا أنتم تدعون إسلام فإسلامكم بسبب جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تدعون أنتم فعلا تدافعون عن الإسلام فشوفوا هي رسالة الإسلام من أين انطلقت. هذا الموضوع الثاني، المعلم الثاني من معالم نهضة سيد الشهداء. المعلم الثالث من معالم هذه المدرسة الحسينية الخالدة قال ومختلف الملائكة. ترى احنا بيتنا هاي الملائكة صاعدة نازلة. مختلف الاختلاف يعني التردد. إلى بيتنا تأتي الملائكة، ها هنا جلس جبرائيل، وها هنا ناجى جبرائيل، وها هنا وقف جبرائيل، وها هنا في بيوت. شنو هاي البيوت؟ مو أنا وياك، الله. إذا الله عز وجل، إذا هو الله عز وجل رايد، أنا أقول له لا ما تقدر. أكو واحد يقول له رب العالمين أنت ما تقدر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أكو أكثر من المتوكل الذي حرث قبر الحسين عليه السلام. هو ستقرأ تاريخ إيش قد رادوا يمنعون زوار الحسين، ما قدروا. قالوا شو نسوي بعد؟ ماكو غير طريقة إلا نخلي أرض قاحلة صحراء نمسحها ويا الأرض، حتى بعد من يجون ما يندلون وين قبر الحسين. أكو أكثر من هذا؟ وفتحوا عليه الماء وحار الماء حول القبر حتى سمي بالحائر الحسيني. يريدون ليطفئوا نور الله شنو؟ بأفواههم. عبالهم بالمنابر، وعبالهم بالمرتزقة، وعبالهم بوعاظ السلاطين، وعبالهم بالمأجورين، وعبالهم بالفيسبوك، وعبالهم بالقنوات الفضائية يطفون نور الله عز وجل. نور الله ما يطفى، هو الله قال، الله عز وجل قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بس هنيئا للمؤمن اللي يكون سبب لبقاء هذا النور.
هنيئا للمؤمن اللي شنو يحمل خبث هذا النور ويوصل للآخرين. ولا الله عز وجل يستطيع، يقينا يستطيع، بس هنيئا الذي يشرف. وهي مجالسنا مجالس الحسين عليه السلام، هو هذا موضوعها، أن نحمل نور سيد الشهداء، نور النهضة الحسينية، نور الله عز وجل، ونوصله للآخرين. أنت تحضر وأنا أحكي وذاك يسمع وذاك يطبخ وذاك ينفق وذاك يلبس أسود وذاك يبكي، نسوي هاي الحركة الحسينية. قالوا بيتنا بيت ملائكة. تقدر تقول والله كان يجي بيت أبو فلان وأبو علان الملائكة تنزل؟ هو بيت واحد، بيت واحد طلعت من عند النبوة، بيت واحد طلع من عند الرسول، بيت واحد تنزل به الملائكة، بيت واحد ومحل الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، رحمة إلهية. وما أرسلناك إلا ماذا؟ إلا رحمة للعالمين. وأنتم يا آل أبي سفيان أول الناس شملتكم هذه الرحمة، أول الناس شملتكم هذه الرحمة. وقف النبي يوم فتح مكة وماذا قال؟ من دخل دار أبي سفيان فهو ماذا؟ فهو آمن. اجى الإسلام، اجى النبي، شو يقول؟ ايش يسوي؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في هذا الدين، هذا الدين الرحمة. قالوا بيتنا بيت محل رحمة. احنا ذولا كلها بعد بنا فتح الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد في الصلوات أعلى من ذلك. وفعلا هذا الفتح الإنساني العظيم كان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنص القرآن هماتين. احنا ليش نقول بنص القرآن؟ حتى إذا القوم يقولون منين جاي بيها نقول هذا كتاب الله الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار. هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية البعثة هو نفسه إلى يومنا هذا، وهذا نكررها هواي هماتين. ماذا قال تعالى؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل شنو قبل؟ يعني من قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو كانوا حالهم؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمة كانت في ضلال مبين قبل أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. بنا فتح الله. بلا إسلام أخواني، بلا إسلام، بلا تعاليم الإسلام لا يمكن أن نبني مجتمعا صالحا. مو دا أحكي لك عن قبل، هسه إذا ما يصير عندنا إيمان بتعاليم الإسلام لا يمكن أن نبني مجتمع صالح. أنا لما أؤمن بتعاليم الإسلام سوف أبني أسرة مستقيمة. لما أؤمن بتعاليم الإسلام سوف أبني علاقات اجتماعية مع الجار ومع الآخرين، علاقات صالحة، وسوف أقدم وأقدم وأقدم. ليش؟ لأنه أنا عندي نظام. شنو معنات مسلمان؟ يعني عندي انتماء. علما تنتمي إلى الإسلام. شنو الإسلام؟ القرآن والسنة. جيب لي القرآن والسنة. قال نريد واحد يغش، جيب لي القرآن والسنة. قال تريد لنا واحد فاسد، جيب لنا القرآن والسنة. قال تريد واحد عاق عاصي خائن. ماكو. هذا القرآن قدامك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بس قول لي احنا ننتمي للقرآن. إذا انتمينا للقرآن فعلا نبني مجتمع صالح. وهاي مسؤوليتنا ترى أمام الله عز وجل. ليش تقولون إخواني؟ كلنا مسؤولون أمام الله عز وجل، كلنا مسؤولون أن نبني مجتمعا صالحا. نعم الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. أنا مسؤول ابني أوديه للمدرسة ابن مؤدب. خلي شوية أعوف ابن مؤمن. ابني أوديه للمدرسة ماذا؟ ابن مؤدب، يعرف معنى المدرسة ويعرف معنى المعلم
ويعرف معنى العلم ويقدر ذلك ويكرم ذلك. مو والله انا داز ابني بس دا اخلص من عنده بالمدرسه ولازم تعال شنو يحير بي المدير ويحير بي المدرس وتعال كلش كم يوم دز على ولي امره ودز على كذا. عندنا هيك حالات لو ما عندنا هيك حالات؟ عندنا لو ما عندنا. انا مسؤوليتي هاي، مسؤوليتي ابني، مسؤوليتي اني ابني اربي تربيه صالحه. عوف مسوى ليش اقول لك عوف دينيه؟ اربي تربيه صالحه حتى بعد كم يوم لما يكبر ياخذ بنت العالم يتعامل معها بما يليق بالامانه. بنت العالم احنا ماخذيها امانه، امانه ماخذيها، جبناها لبيتنا. عوف الدين هسه نقول المفروض الانسان فضلا عن الايمان عقلا يقول الانسان لازم شو يكون مؤمن. احنا سلمناك هاي بنت الناس امان عندك. انا اذا ابني ما مؤهل طبعا حيسيء لها. فمسؤوليتي لو مو مسؤوليتي اذا مسؤوليتي. انا اليوم مسؤول في دائره معينه، مسؤوليتي ان اكون امين، مسؤوليتي ان اكون نزيه، مسؤوليتي ان اكون قوي اطبق القانون. حتى لما اجي احاسب غيري ما اجي احاسبه وانا منافق، احاسبه وانا صادق. بلا اسلام ماكو، ترى ماكو. ليش تقولون؟ هاي خذوها قاعده، بلا اسلام ماكو حياه طيبه. هو القران الكريم قال ومن عمل صالحا من مؤمن من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. لا يرد ولا ماكو حياه طيبه، حياه ماديه فقط، حياه ماديه فقط. اجى الامام سلام الله عليه قال له بنا فتح الله، وبعد يعني بمحمد الله عز وجل فتح ذلك الفتح العظيم، وبنا يختم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. واقرأ كل هذه الأحاديث عند جميع المسلمين. لا بد أن يبعث الله رجلا في آخر الزمان عند جميع المسلمين يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. واقرأوا الأحاديث والمهدي من ولد فاطمة، يعني من هذا الخط اللي احنا ننتمي إليه. فبعد انت جاي تقول لي بايع، علمنا بايع، علمنا بايع. هذا أبو فلان، جده فلان، جدته فلانة. فاجى الإمام الحسين. أخواني أعزائي، هاي النهضة الحسينية المقدسة، هاي معالم النهضة الحسينية التي يجب علينا أولا أن نعرفها، ثانيا أن نصدق بها، ثالثا أن ندعو الناس إليها، رابعا أن نطبقها. أنا أقول أنتمي للحسين عليه السلام وأنا ما موجودة عندي هاي معالم الإصلاح، كل كلام، كل كلام. ومو بس كلام، هو الحسين يقول الناس عبيد الدنيا، شو تاخذون؟ الدين لعق على ألسنتهم. هسه حيجوك بعد كم يوم ذولا بعض اللي يريدون يركبون الموجة مالت الدين، احنا انتخبونا حافظ لكم على الدين، احنا نحافظ لكم على الشعائر، لو مو احنا زيارة ماكو، لو مو احنا الدين ماكو، لو مو احنا حسينيات ماكو. واحنا هسه اذا صدق خلف الله عليهم، اذا صدق ما احنا نقول هذا. هنيئا للصادق، هنيئا للصادق. القرآن ما تنكرم الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هنيئا للصادق، جزاه الله خير المرشح المؤمن الصادق اللي يريد يبني المجتمع على بناء صالح. ألف خلف الله عليه، اللي شنو دا يتصدى لهذا الأمر. بس شو تقول له؟ صادق، صادق، كون صادق مع الله عز وجل، صادق مع الآخرين. هاي معالم النهضة الحسينية. هذا الأمر اللي حبيت أنا أبين أخواني حتى نعرف إحنا شنو هاي مجالسنا، شنو المطلوب من عندنا. أنا بس مطلوب من عندي أحضر. الإمام الصادق إيش قال؟ قال يا فضيل أحيوا أمرنا. بالبداية سأله قال له تجلسون وتتحدثون، بعدين ارتقى إلى موضوع جديد قال له يا فضيل أحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا
أمرنا. إذن إحنا مسؤوليتنا بعد أن جلسنا وتحدثنا وتعرفنا علينا ماذا؟ أن نحيي أمرهم في المجتمع. اللي الحسين طلع قال إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، رضى الله رضانا أهل البيت. فلذلك خرج إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضحى بكل ما يملك من الرجال، خير الرجال الصحب من أهل البيت لا أشرف بعدهم أحد، من الأبناء علي الأكبر شباب رضعان، من النساء يكفيك أنها زينب وما أدراك ما زينب. لكن هذا اليوم يوم الجمعة نندب إمامنا المعزى صاحب العصر والزمان ونقول له سيدي مولاي علامة يا ابو صالح ما تظهر علامة وتنشر لليتانونك علامة. نشوف هاي الراية التي تخرج إن شاء الله من مكة إلى الكوفة إلى العراق، هاي العلامة تنشر لليتانونك علامة. نسبتون عماته علامة. زجر السياط آل أمية يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم اجعلنا من الملبين دعوته في الصف الأول يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واكسر شوكتهم وأرنا بأسك يا عزيز يا جبار يا شديد المحال. بلغ اللهم شهداء الإسلام، أموات المؤمنين والمؤمنات، أمواتكم أمواتنا، أموات الحاضرين السامعين البادين المؤسسين لهذه الحسينية، ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير الجزاء.